مشوها أنها تنحرف إلى الغلو، وهذه العقلية الوهابية لا مهرب منها، والبراهين على ذلك قامت بدون إشكال. لكن العجب بالنفس والغرور بها إحدى منابعه ينشأ من كما جاء في أحاديث الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأنهم يدأبون ويعبدون فتعجبهم أنفسهم. والملاحظ في الحركات الجهادية عامة وفي داعش بأخص الخاصة أن هناك نوع من الإعجاب بالنفس وتقديم لرأيها على رأي من سواها، بسبب أنه نحن في الميدان ونحن نقاتل ودماءنا تسيل، من أنتم أيها القاعدون. هذا أول واحدة في إعجاب النفس. ثانيا يتضاعف الموضوع يصل إلى حد مرعب في عند داعش ومن من الجماعات ذات الخلفية الوهابية لم يعتقدون أنهم هم عليه هو الحق اليقين المطلق، وسبب ذلك كثرة ترديد هذه المسألة. خلاص أصبحت عندهم يقينية، مع واضح تماما أن كثير من أهل الإسلام اختلفوا معكم فيها، فما دام فيها خلاف يحتاج الأمر إلى جلوس ومناقشة فكرية مؤصلة. لكن المناقشة الفكرية لا تصلح، لأنه يأتيك بنقول مما قاله ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الوهاب وتلاميذه. أين نقول الجانب الآخر؟ أين نقول علماء الكلام؟ أين نقول أئمة الحديث الآخرين؟ أين نقول الظاهريين مثلا؟ أين نقول الشافعيين في المسائل الفقهية مثلا؟ المذهب الشافعي من السائد فيه مثلا والمشهور بأن التلفظ بالنية ليس به بأس، ممكن من باب التأكيد النية الموجودة في القلب. وقال لا النية محلها القلب وتلفظ بها بدعة، وغير صحيح هذا الكلام، وقد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح. جعلوه قضية وأصبحت عدة الإشكاليات، حتى أصبح في المساجد صار في إشكالية حول هذا. المصافحة بعد الصلاة مشكلة وإلى آخره. مسألة الدخان التي يكاد يكون إجماع المسلمين أنه ليس حراما إلا قلة منهم قطعت بسببها أصابع كما قال في الشهادة العراقية، وفي حصل مثلها في الشام وقتل بسببها أناس. يعني أمر يدل على الشعور باليقين المطلق إن ما نحن عليه نحن هو الحق الذي لا يأتيه الباطن بين يديه ولا خلفه كأنه قرآن منزل، وليس كذلك، وإبطاله موجود. والأقوال الأخرى حتى الألباني الذي يعتبر من أئمة الدعوة السلفية في القرن العشرين، إحدى ثلاثة من الأئمة الذي كانوا يحتسبونه من أواخر السبعينات من أواخر الثمانينات تقريبا الميلادية، يعني من 40 سنة هم الأئمة الكبار الثلاثة، ابن باز وابن عثيمين والألباني. الألباني هذا لم يطيقوا عندما كان في الجزيرة العربية، لأنه رأى أن وجه المرأة ليس بعورة، وهذا إحدى الأسباب الرئيسية أنهم قالوا ننقلع بالبلد، سبب لنا إزعاج. فما تعتبر رجل من داخل المعسكر في قضية فقهية ثانوية. أذكر من الطرائف هذه مسألة وجه المرأة تضحكون منها. اجتمعنا بعض الأخوة السودانيين وبعض حملة الدكتوراه في جامعة أم القرى، فاشتكى أنه كنت السودانيين بعد الانقلاب العسكري، طبعا الانقلاب العسكري لبس الثوب الإسلامي للأسف الشديد، وكل الناس يعرفون الترابي وراءه، وكان الناس متفائلين خيرا. أنا ما كنت متفائل جدا، لكن برضو نعطي المسلمين فرصة نشوف كيف يعملون. وكنت مع الإخوة السودانيين، زرنا هذا الرجل الفاضل وله مؤلفات معتبرة، فقال عندكم مشكلة في العقائد الأخيرة. فالسودانيين يعني عشان يجاملوه قالوا يا ابن الحلال إحنا الآن الجماعة الناس كلهم أشعريين، فنحن ندرس كتاب الإبانة أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري اللي هو في جملته كتاب سلفي، يعني كتاب حنبلي، ما في حاجة اسمها كتاب سلفي. هذا كله ضحك على الذقون، ليس هذا. لم يتكلم، بالعكس عندما تكلم ابن عباس عن الجنة قال ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، مجرد أسماء، حتى يقرب إلى الذهن أشياء لا يتصورها، لأن فيها ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. فكان هذا في الجنة باب أولى بالنسبة للذات الإلهية، يعني كلها أسماء ترمز لأشياء ما، وما جعله قضية واليد وحقيقة ومجاز الأشعري أخذ موقف هذا وجاملهم نوعا ما في الإبانة. طيب سكت. قالوا برضو في عندكم مسائل عقائدية أخرى خطيرة. قالوا إيش مسألة عقائدية؟ قال مثلا ترون جواز كشف المرأة، فطالع واحد منهم فيها كذا، يعني هذا صاحي هذا ولا مجنون؟ دكتور في جامعة أم القرى يتكلم عن كشف وجه المرأة أنه قضية عقائدية، فمشكلة كبرى. يعني نقول للشيخ الجليل مع تقديرنا لك وإيماننا بحسن نيتك، معسكرك وفكرك اللي انطلقت منه فيه إشكاليات لا يسامح. وكذا يقول الدكتور إياد قنيبي يجب أيضا تراجع الفكر الذي أنت عليه. هناك إشكاليات فكرية عميقة جدا، هناك عدم وضوح فيما هو قطعي وظني والمجمع عليه يقينا من الإسلام. نعم يقع كل عالم في أخطاء مثلا معينة، مثلا يرى أشياء قطعية وليست قطعية. أبسط مثال مثلا بعض الأفاضل من كبار الدعاة في الحصر يرى أن نظرية التطور وأن الإنسان ربما يكون أصله مشترك مع القرد، وغير أنها تناقض القرآن أصلا وتناقض. ومن قال لك أنه آدم خلق دفعة واحدة ولم يتطور تطور معين؟ من أين لك هذا؟ من أين في كتاب الله؟ ولو رجع حتى المرويات عن ابن عباس أنه قبل آدم كان آدمون كثيرون، يبدأ يشك في هذا الموضوع. فالأمر ليس قطعي، يعني ابن عباس ذهنيته احتملت أن يكون قبل آدم آدميون كثيرون. فما الذي جعلك أن تظن هذا أول بشر على الإطلاق ولا يوجد قبله أشباه بشر، وإنه اصطفي هذا وبدأ الاصطفاء بعد ذلك؟ ما ندري من أين جعلتها قطعية بمسألة تكفير. ليست مسألة تكفير، مسألة إعادة نظر، وهذا من الفضلاء يحصل هذا.
لأن هذه غلبت على هذا الناس واستقرت عندهم استقرارا تاما، أنه خلق في خلال ثانية واحدة، مع أنه الحديث الصريح أنه تخمر 40 سنة وكان الشيطان يمر عليه ويتعجب من هذا الخلق. فمعنى عملية التخمر هذه ما هي التخمر هذا ما ندري. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أناس لا يعرفون نظرية التطور، ولا الأرض عمرها 4 مليارات من السنين، ولا هذه الأرقام أصلا تخطر لهم على بال، فعبر عنها ب40 سنة. والشيطان عمره يقول هذا الخلق له شأن يمر عليه طول هال40 سنة، معنى الشيطان موجود من قديم، يمكن قبل خلق الأرض أصلا. فهذه كلها تقبل احتمالات كثيرة، لكن خفت عن كثير من الناس، فهذا ينشأ من نقص الاطلاع على النصوص. كذلك في مسألة مدد يا حسين، ما زالت جماهير الشيعة وجماهير الشافعية في مصر يقولون هذا ليس شركا أكبر. هذه عبارة ليست حسنة، المفروض تغير بشكل آخر. يا ربنا مدنا ببركة الحسين مثلا، لكن الناس اختصروها. مثلا أنا أضرب مثال فقط، لا أريد أن هذه، فكيف جعلتوها كفر وتسال عليها السيوف تضرب عليها الأعناق؟ وهذا أعتقد الدكتور كنيبي بالنسبة له هذه تكاد تكون من المسلمات، وهي ليست مسلمة بالقطع، ليست مسلمة، لا يمكن تكون مسلمة، من المحال الممتنع أن تكون مسلمة، لا تناقض نص القرآن، لأن ليس هناك اعتقاد في الحسين أنه كائن إلهي أصلا بنصوص القرآن اليقينية التي بيناها في كتاب التوحيد. قد يكون بعض الشيعة، بعض غلاة الشيعة يعتقدون في الألوهية، مثل ما بعض غلاة الصوفية يعتقدون في محمد أنه نور أزلي وقديم، ومثل ما غالت النصارى في المسيح وجعلته ابن الله، كائن أزلي قديم، وجه من وجوه الذات الإلهية. هؤلاء ما في شك، ما في كلام، هذا جعل في شيء من الألوهية، انتهينا من الموضوع، وكفر بهذه قبل أن يقولوا مدد ولا مو مدد. فمن أين لكم هذه؟ فعندكم هناك إشكاليات، يعني هذه النقطة ليست في ظاهرها، يعني بظاهرها فيها الرحمة وباطنها فيها العذاب، يعني على عكس ما جاء في الآية، تظهر فيها كأنها بديهية، ليست بديهية، لأنكم أنتم مدرستكم أصلا أصلت أنه ما لدينا هو الحق اليقين المطلق لا يقبل النقاش. وإذا قال ابن تيمية هذه تقدم على ما قال الله ورسوله بالفعل، وليس بالمجاهرة بذلك. صراحة لا يجاهر بأحد هذا إلا كافر، لكن في المجال العملي هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة المرة التي لا شك فيها. أنا مرة نظرت واحد من وسطائهم، قلت يا أخي مسألة وجه المرأة انتهى، وأنا لما كنت في المهلكة، يعني مسألة مختلف فيها. الإمام الشافعي يرى ليس عورة، قال ابن باز يقولون عورة، خلاص هذا يكفينا. ابن باز خلاص حتى تقدم على الشافعي. طيب هذا وجد أهل الإسلام ولا تطعن في الشافعي إنه ارتد على الإسلام؟ يعني ما أدري كيف نصل مع هؤلاء الناس إلى قاعدة مشتركة يصل لها أنه كل ما لديكم ما تزعمون أنه مسلمات، ليس هناك يقينيات إلا أنه محمد رسول الله، وأن القرآن من عند الله، وأن الله موصوف بصفات الكمال الجلال المطلق، وأنه فرد أحد صمد ليس له ولد ولا والد ولا آخره. هذه الحقائق اليقينية. وبعض الأحكام الشرعية اليقينية المعروفة أنه لا حكم إلا الله، يعني التشريع في أصله وجوهره من الله، لكن النبي كان يحكم والحكام كانوا يحكمون والقضاة كانوا يحكمون، هذا حكم وهذا حكم. ما لم نصل إلى اليقينيات والقطعيات ونقبض عليها بيد من حديد سيبقى هذا خلاف موجودا. فالمواعظ هذه لا تقدم ولا تؤخر، سيحدث عند من يعتقد لديه الحقيقة المطلقة، لأنه خلاص ضرب الأرقام القياسية في الفهم والإدراك، وهو من أبعد الناس عن الفهم والإدراك وأقلهم استيعابا للنصوص ومرويات وفتاوى الصحابة. تجد في النهاية يصل إلى درجة من اليقين المطلق، والآخرين بالنسبة له يعجب بنفسه ويعتقد صاحب الحق والآخرين. وهذا الحاصل من داعش الآن، هذا واضح. هذول التقوا مع مكين ما أسهل تصنيفهم مرتدين صحوات. هذا يعني سروري، الظواهري مرجئ، سروري مرجئ غالي بعد، يعني شوي يصير جهمي. والإمام أحمد بن حنبل قال الجهمي كافر. طبعا الإمام أحمد كفر الجهمية في موضوع يتعلق بالإيمان، ما له علاقة بأمور أخرى. إذن هذا كذلك كافر. عما قريب يطلع لنا فتوى إنه الظواهري كافر. الكلام العام هذا الوعظي جيد إذا كانت المسألة حظ النفوس، يعني واحد متكبر لأنه عليه ثوب جميل، لكن المشكلة هنا من يعتقد أن لديه الحق المطلق وأنك أنت كافر أو مبتدع، ويجب إجبارك على الحق حسب نظري، ويجب كشف سترك وهتكها بالمخالفة للنصوص والأحاديث. لماذا؟ لأن المشيخة النجدية تعمل هذا بهيئاتها. كيف العمل معه؟ فمجرد الموعظة لا تكفي، لابد من حل الإشكالية الأساسية. الوقفة الثانية على كل حال، هذا حتى في هذه التي في جوهرها سليمة، وأنه يجب يكون العمل وكل ما أمور موجهة لله سبحانه خالصة، حتى هذه لا يمكن علاجها إلا بمعالجة أن يقرأ القرآن قراءة هضم واستيعاب، بحيث يجاوز التراقي ويذهب إلى الصدر ويصبح علما نافعا. إذا لم يقرأ كذا سيقرأ قراءة سطحية، ويعتقد من وصل إلى بعض النتائج والألفاظ السطحية منه أنه خلاص أخذ الذيب من ذيله كما يقول العامة، ويعتقد أنه هو اللي على الحق المطلق والآخرين إما مبتدعين أو كفار. وما يرى هذا عجب، يرى هذا شيء طبيعي لأنه صاحب الحق المطلق. فلا بد من معالجة هذه، ما يمكن معالجة الظاهرة وترك الجذر السرطاني للمشكلة. الوقفة الثانية
الأصل في العلاقة بين المسلمين مهما اختلفوا أنها علاقة ولاء وتراحم وتغافر وتناصح. أما مع الكفار فليس لهم إلا البراءة والعزة عليهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا في الجملة ما عندنا اعتراض، مع لازم تبين العزة أن العزة ليست هي التكبر وليست هي العدوان، وإنما إثبات الشخصية. هنا العزة معناها أن لك شخصيتك المستقلة، بينما مع أهل الإسلام تلين لهم إلى درجة أنك لا مانع أن تكون في مقام الذليل أو الخاضع لهم وتتنازل عن بعض ما لك. لكن السؤال سيبقى السؤال: العلاقة بين المسلمين هم المسلمين حسب داعش كثير في الساحة ليسوا مسلمين، صحوات أو مرتدين. ما بينت لنا هذه المسألة ولا حسمتها، ما بينتها ولا حسبتها، فمشكلة كبرى. والواقع يدل أنهم في هذه الأمور عاجزين حتى عن التفكير السوي المستقيم. خذ مثال مسألة النصيرية، مرتدون غير صحيح، ما النصيرية موجود ليس فيهم أحد مرتد، لم يكن أحد منهم مسلما أصلا، إن كان ما هو عليه كفر سلمنا بأنه كفر. بعض الناس يقول ليس كفرا، ما كان عليه فهو كفر سلمنا بهذه. فإن كان كذلك فهو من أبا عن جد، يمكن أول من ارتد أناس قبل 7 أو 8 قرون، وبعد ذلك لم يلتحق أحد بالنصيرية، إما بالتكاثر وبالتعاون بعض رؤسائهم بسبب الاضطهاد اللي يقع أحيانا من السنة، وأحيانا تجاوزات الدولة العثمانية وغيرها، وهي تجاوزات قليلة في الجملة لكنها موجودة بسبب بعض إساءة فهم الإسلام. فليس إساءة فهم الإسلام فقط قصر على داعش، بل هناك إساءات عبر التاريخ من بعد أمير المؤمنين الإمام الهدى علي بن أبي طالب، ولدينا إساءة مستمرة للإسلام، أليس كذلك؟ لدينا هذا حصل. بسبب هذا حل الإشكالية في هذه بالنسبة للأمور الفقهية هو أن يدرك أن هذا أمر الله ورسوله في وجهة نظري أنا، في وجهة نظر آخر ليس كذلك. ما دام مسألة خلافية فقهية فهو مطيع لله ورسوله وأنا مطيع له ورسوله. الذي ينظر في شأنه الذي يحيل إلى غيره، يرجع إلى غير الله ورسوله. فليس أمر الله ورسوله أن مثلا أن تكون مثلا صلاة العيد أن تكون التكبيرات 7 فقط بعد تكبيرة الإحرام. المذهب الحنفي وبناء على ما روي عن أهل الكوفة يراها تكون تكبيرات أظنها 4 قبل الركوع. هذا يعتبر هذا أمر الرسول، ليس الإسلام هو هذه وهذه، والإسلام هو طاعة الله. هذا أطاع الله حسب غلب الظن أن هذا أمر الله، وهذا أطاع الله.